مرحبا وألف تحية من أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. تعد مصر إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك بسبب جمالها الطبيعي وثروتها التاريخية ومعالمها الدينية والثقافية والآثار الفرعونية التي تعود في تاريخها إلى المصريين القدماء الذين تميزوا بحكمتهم وثرائهم. ففي هذه الحلقة نطلعكم على آثار وحكايات تحير البشرية منذ آلاف السنين من خلال قصص وحكايات مملوءة بالآثار. فعلى أرض مصر أماكن أثرية ساحرة شكلت علامات مضيئة تميز كل عصر، شيدت لتكون تحف نادرة. فمن داخل أهم الأزبلة تدور حلقتنا اليوم من برنامج آثار وحكايات، فكونوا معنا. الأزبلة العثمانية فن فريد وتاريخ عريق في سقاية المارة. وصف الأزبلة العثمانية بأنها من عبقرية الحضارة الإسلامية. ترتبط الأزبلة التي تعود بداية ظهورها إلى العصرين الأيوبي والمملوكي ارتباطا تاريخيا وثيقا بالعمارة الإسلامية، وقد شهدت تطورا فنيا واضحا في العهد العثماني. والأزبلة هي أبنية مختصة لإرواء عطش المارين في الطرقات، وقد جرت العادة بتشييدها إما كمباني منفصلة أو ملحقة بالمدارس والمساجد وأحيانا بالمنازل. وقد جرت عادة سقاية المياه توارثها عبر العصور عن العرب كدليل على المروءة والكرم، واهتموا المماليك كثيرا ببناء الأزبلة. وعندما جاء العثمانيين إلى مصر بالفن المعماري المملوكي وعملوا على تطوير الأزبلة على الطراز المعماري المصري نفسه. سبيل السلطان قايتباي أنشأه السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي، وهو سبيل مستقل بذاته يعلوه الكتاب. بني حديثا وبني في الأصل مفردا بدون كتاب يعلوه، وكان مخصصا لتسبيل ماء الشرب فقط. تعتبر الأزبلة من المنشآت الخيرية للسلاطين والملوك، حيث أنها كانت تقدم المياه وتوفر المياه لسكان الأهالي والمناطق البعيدة عن فرع نهر النيل للقيام باحتياجاتهم الأساسية. حدوتة النهاردة هتبقى من سبيل السلطان قايتباي. مين هو السلطان قايتباي؟ هو السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي. اتولد على نهر فولجا اللي هي روسيا حاليا. اشتراه الخوجة التاجر الخوجة محمود ابن رستم بحوالي 25 دينار، وجاء به إلى مصر وباعه واشتراه السلطان الجقمق، وأخذ بعد ذلك اشتراه السلطان الأشرف بيرسباي وأعتقه، وأخذ يتدرج في مناصب الجيش إلى أنه وصل إلى منصب كبير قائد الجيش، وأعتقه وطلب منه الخليفة العباسي أن يتولى حكم البلاد. وكان السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي متخوف من هذا القرار خشية من انقلاب أمراء وقادة الجيش عليه، ولكنه عرف بالصلاح والحكمة والعدل، كما أنه أغدق الكثير من الأموال على الأمراء وقادة الجيش، وكان محبا للعمارة الإسلامية
الإسلامية، ويرجع إلى عصره لأكثر من حوالي 70 أثر، من أشهرهم سبيل السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، وهو أثر رقم 324 بيقع في شارع الصليبة بالقرب من مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي، ويعتبر من أروع الآثار الإسلامية في العمارة الإسلامية، لأنه هو أول سبيل منفرد مستقل بذاته في تاريخ العمارة الإسلامية. أهم ما يميز هذا السبيل بأنه بيتميز بوجود وجهتين رئيسيتين. الوجهتين دول بيطلوا على شارع الصليبة. الوجهة الرئيسية هي اللي فيها المدخل الرئيسي اللي يعلوه نص تأسيسي هو اللي أرخ لنا تاريخ إنشاء الأثر، مكتوب عليه اسم السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي وتاريخ الإنشاء عام 884 هجرية 1479 ميلادية، كما إنه يحمل ألقاب السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي. تتميز الوجهة بالزخارف الجميلة، كما أنها تحمل رنوق السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي. لكن السبيل من الداخل بيتكون من الطابق الاولاني اللي هو يعتبر فيه الصهريج. الصهريج ده عباره على انه هو بير ميه كان بيقوم على العمل فيه المزملاتي او السقه، وده شخص كان وظيفته انه كان سنويا ينظف الصهريج اللي هو بير الميه، ينظفه كويس جدا من الشوائب ويبخره ويقوم بملئه من اقرب فرع لنهر النيل. كان اقرب فرع لنهر النيل لسبيل قايتباي كان موجود في شارع فم الخليج اللي هو شارع بورسعيد حاليا. كان بيقوم بالدواب يحمل عليها حاجات يملى بيها الميه، ويبدا يجي يملى بيها البير لحد ما يمتلئ خالص، ويجي بقى المره او احد السكان اللي محتاجين ميه كانوا بيجوا للسقه. فكان العمليه كانت كلها عمليه يدويه، بحيث ان لما كان بيجي حد من الاهالي يطلب انه عايز ميه كان المزملاتي بيستخدم حاجه اسمها الشادوف، ويبدا يرفع بيها الشادوف. ده كان فيه حبال، الحبال دي يبتدي ينزل الشادوف للبير لحد ما بيبتدي يتملي ميه، ويقعد يرفع لحد ما الميه بتنزل على الشزروان من خلال الفتحات اللي بتبقى اعلى الشزروان. كان دايما الشزروان مخصص بانه يكون معمول من الرخام بهدف تبريد الميه، وان الميه تتقدم للناس ساقعه. كمان الشزروان كان بيبقى دايما معتمد على ان يبقى فيه زخارف. الزخارف دي بتكون زخارف نباتيه ومتعرجه بهدف لو في اي شوائب او في اي حاجه في الميه كانت الزخارف دي بتعيق الشوائب دي لانها ما تنزلش، فبيقدر من خلالها الميه تتقدم للناس نظيفه وبارده. فكان الميه بتنزل من الفتحات الموجوده اعلى الشزروان وبتنزل على الشزروان بتملى حوض اللي هو بيبقى موجود اسفل الشزروان، ومن خلال في مجاري بتبقى موجوده زي فتحات بتبقى موجوده تحت الارضيه بتمشي من خلالها الميه بتوصل لشبابيك التسبيل. الحجره اللي احنا فيها دلوقتي اسمها حجره التسبيل، موجود فيها شباكين. الشباكين دول اسمها شباكه التسبيل، يغشيهم مصبعات معدنيه. اهم حاجه في المصبعات المعدنيه بتاعتنا انها حملت اسماء الله الحسنى وحملت القاب السلطان الاشرف ابو النصر قايتباي. بيبدأ بقى المرة أو أي حد محتاج المية بيبتدي ياخد المية لاحتياجاته اليومية. كمان السبيل بيتميز بأن موجود فيه الكتاب ده كان بيقوم بيعلم الأطفال القراءة والكتابة وبيحفظهم القرآن الكريم. والكتاب ده ما ألحقش أو ما كانش موجود في عصر السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، ولكنه ألحق في العصر العثماني. المكان هنا ألحق أو اتعمل فيه البعثة الأسبانية رممته وفتح الآن للزيارة، والمكان الأصلي للشزروان كان المفروض إن هو موجود هنا أهو، فتم نقله بحيث إن يكون مواجه للشارع الرئيسي اللي هو شارع الصليبة، ويبتدي المرة يقدروا يتفرجوا عليه من خلال مرورهم في الشارع.
والكتاب حاليا استغلته مكتبة الحضارة الإسلامية بأنها بقت دلوقتي بتعمل فيها أنشطة ثقافية وفيها كتب كتير قوي للاطلاع، سواء كانت خاصة بالتاريخ، سواء كانت خاصة بالأدب، العمارة الإسلامية، وفيها أنشطة ثقافية بتقوم بيها الأطفال وموجودة دلوقتي للزيارة. الأزبلة زي ما اتكلمنا واتفقنا على أنها كانت من المنشآت الخيرية اللي كانوا بيعملوها السلاطين والمماليك في ذلك الوقت. كان من الهدف منها أنهم كانوا عايزين ينالوا رضا الشعب والدعاء لهم وتوفير المياه للاستخدامات اليومية بتاعتهم. فهنلاقي ان في حوالي كتير قوي من الأزبلة الموجودة في مصر، حوالي حاليا دلوقتي موجود اكتر من 100 سبيل موجود في مصر، واكتر من سلطان كان حريص على ان دايما يبقى فيه من ضمن المنشآت المعمارية بتاعته او اللي بترجع لعصره كان بيبقى فيه سبيل. وزي مثلا السلطان قايتباي زي ما عمل هنا السبيل قايتباي، عمل سبيل تاني برضو في القدس بنفس الشكل ولكن كان بيغطيه او بيعلوه قبة. سبيل وكتاب علي أغا دار السعادة هو أثر إسلامي كائن بشارع السيوفية في خط الصليب الطولونية فيما بين زاوية الآبار وتكية المولوية. أنشأه الأمير علي أغا دار السعادة عام 1677 ميلاديا 1088 هجريا، وبني فوقه كتابا لتعليم الأطفال الأيتام القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم، وأقام إلى جواره 15 حانوتا وحوضا لسقي الدواب، وللسبيل شباك واحد لتسبيل ماء الشرب، والحوانيت وحوض سقي الدواب اندثرت تماما وغير موجودة الآن. احنا موجودين دلوقتي في سبيل علي أغا دار السعادة اللي هو داخل قصر الأمير طاز، والسبيل احنا بنخش له حاليا عن طريق المدخل اللي هو من الساقية. والساقية دي كانت في الأول ما كانتش، كان مقفول عليها أيام الفترة الخديوية ما عملوا المكان مدرسة للبنات، كانوا عملوا جدار قفلوا على الساقية عشان فيها بير فكانوا خايفين على الطلبة. وبعد كده الحفاية لما جت وعملت ترميم للمكان وكده اكتشفوا الساقية، ومن الساقية ديت دخلنا لسبيل علي أغا دار السعادة. هنتكلم بقى عن الأزبلة عموما. السبيل هو المكان اللي هو بيوفر المية للمرة، اللي هو مكان سقيا الماء، ودي كانت من الأعمال الخيرية اللي كانت أي سلطان أو أمير كان بيعملها عشان يتقرب للناس وتقربا لربنا سبحانه وتعالى. فكرة السبيل بتبقى قايمة على 3 أدوار. الجزء اللي هو تحت الأرض ده اسمه سهريج. السهريج ده عبارة عن خزان مية كبير كان بيتملي عن طريق الجمال من نهر النيل في القرب، وكانوا في شخص اسمه المزملاتي دوت كان هو المتعهد ان هو لازم ينظف السهريج تحت الاول ويعطره ويبخر السبيل قبل ما يتملي بالميه، وكان بيتملي مرتين سنويا. كان المزملاتي دوت لازم يبقى فيه شروط، ما كانش بيختار عشوائيا كده، لازم يبقى فيه شرطين مهمين. اول حاجه ان هو يبقى خالي من اي امراض جلديه عشان ما ينقلش عدوى، اصل هو بيتعامل مع الميه والميه دي الناس هتشربها، فعشان ما ينقلش اي مرض او اي حاجه للناس فكان لازم يبقى خالي من اي مرض جلدي.
تاني حاجة ان هو يبقى بيتعامل مع الناس برفق عشان ما يقلش من الثواب اللي رايح للسلطان او الامير. اما الجزء الثاني، المستوى الثاني دوت، بيبقى عباره عن حجره تسبيل. حجره التسبيل ديت بتبقى فيها الشزروان. الشزروان ده عباره عن لوح رخامي بيبقى فيه تعريجات كده او حركات زجزاجيه. دي كانت الميه بتنزل عليها، وكانت اللي هي الخطوط اللي عليه دي كانت بتمنع، زي نظام الفلتر، كانت بتمنع اي شوايب نازله مع الميه، وكانت بتتجمع في حوض قدام الشزروان، وكانت في قنوات موصله لشباك التسبيل. وبالنسبه لشبابيك التسبيل، السبيل اللي احنا فيه ده سبيل ذو شباك واحد، اما في اسبله ذو شباكين زي سبيل قايتباي، وفي اسبله برضو ذات 3 شبابيك. والشباك ده كان بيبقى مربوط فيه كزال للمره عشان تستعمل الميه. اما للسقف، فالسقف مكتوب عليه اسم المنشئ علي اغا دار السعاده سنه 1088، ومكتوب عليه ايات قرانيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والايات جت متناسقه مع العمل الخيري، بتحس على الخير والتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى. اما الجزء اللي فوق ده كان عباره عن كتاب لتحفيظ الاطفال القران الكريم. تعتبر مصر قلب الوطن العربي النابض بالحياة والمغطى بالجمال والمملوءة بالدفء والمجلل بالقدسية، وتعد أرشيفا تاريخيا عالميا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، فهي التي على أرضها برزت حضارات تنافس الجميع على حبها والتغني بها. هي عاصمة الفن والحياة، وعاصمة الثقافة والعلم والدين. فمن داخل أجمل الأسبلة كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد في حلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.